السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة الفيديو عن رحلات اليوم الواحد. رحلات اليوم الواحد هنشرح لكم احنا بنطلع مع مين وبنطلع. والنهاردة معانا مجلة الرهف. فعايزين بس بعد اذنكم قبل ما نبتدي كده ونقول كل التفاصيل، عايزين لايك واشتراك للقناة ونقول لكم كل حاجة ان شاء الله. النهاردة احنا معانا مجلة الرهف، دي اخر مجلة نازلة فيها الاسعار كلها. الناس بتسألني نروح ازاي او نيجي ازاي او كده. اللي عايز يروح يحجز بينزل محطة سانت تريز، بيطلع من المحطة بيلاقيها البرج اللي في وشه على طول، ده البرج بتاعهم هم في شركة الرهف تطلع وتحجز. رحلات اليوم الواحد في رحلة اسكندرية وفي رحلة بورسعيد ورحلة اسماعيلية ورحلة السخنة وراس السدر وفي بقى اللي هي بتبقى في رحلات برضو كده كل شهر بيطلعوها، برضو بنقولها ايه في الجروب. هن... وطبعا بقى ده غير ايه الرحلات اللي هي المصايف. يعني هنا زي ما انتم شايفين ده المصايف بتاعت مرسى مطروح. وفي برضو هنا المبيت بتاع بورسعيد وبورفؤاد. دي بقى رحلة اسكندرية زي ما انتم شايفين. التحرك بيبقى الساعة 6:30 من عند محطة سانت تريز. والباصات طبعا بتبقى باصات مكيفة، وبيبقى فيه باص بيبقى فيه فطار في الباص. وأول حاجة بتروحها في اسكندرية بينزلك عند القلعة، ودي اختياري. وبعدين بيروح شاطئ سيدي بشر وبرضه دي اختياري. وانت بقى بتبقى براحتك، جولة حرة بقى طول اليوم. عايز تروح خالد بن الوليد، عايز تروح محطة الرمل، براحتك. طبعا اسكندرية جميلة، وبيكون في كمان كاميرا. وطبعا بقى كبدة الفلاح اللي انت عايز تعمله في اسكندرية اعمله. وبيبقى في معاك مشرف طول الرحلة. الرجوع بتبقى رجوع الساعة 6. بس انا اسكندرية طبعا العشق كله بالليل، فانا طبعا رحلة جميلة وكل حاجة اللي هي اليوم صد رد. بس الواحد بيحب اسكندرية لسبب واحد، بسبب اللي هو يروح يقضي اليوم يعني بالليل بتبقى احلى من الصبح. آه، في بقى بور فؤاد وبورسعيد، دي ب275. دي الرحلة برضو بتتحرك الساعة 6:30 من عند محطة سانت تريز، وفي وجبة فطار. والباصات طبعا مكيفة. أول ما بتروح ال بورسعيد طبعا بيوديك، بيبقى معاك مشرف بقى بيشرح لك بورسعيد والأسعار هناك عاملة ازاي. هي بلد رخيصة قوي. وبيوديك عند المعدية، كل ده تبع الرحلة. وبتعدي المعدية وبتروح جبل الملح. وبعد جبل الملح بيرجعك تاني بورسعيد. وبتبقى براحتك بقى، عايز تروح حديقة فريال ماشي، عايز تروح على البحر ماشي، عايز تروح سوق السمك القديم، سوق السمك الجديد، البالة. بورسعيد جميلة جميلة جميلة، واحنا عاملين عليها كذا فيديو، وخشوا شوفوها. وهسيب لكم برضو اللينك في الوصف تحت. في وادي الريان، دي ب350. لؤلؤة السخنة ب300. دي أنا عامل عليها فيديو لوحده بالتفاصيل كلها، بالحجز ازاي، بكل حاجة. هسيبه لكم برضو في الشرح. ده برضو وبرضو سعرها 300، جميل جدا بالنسبة لشركات كتير. وبرضو قرية اللؤلؤة دي بصراحة بتتميز، اللي هي تبع القوات المسلحة. وبرضو بتبقى جميلة جدا. والعودة بتبقى الساعة 5. ده فندق دومة بقى بتاع مرسى مطروح. ودي رحلة الريف العربي وأفريكانو. أفريكانو بارك اسكندرية. دي الرحلة دي ب625. ودي برضو ب625. أنا عايز أقول لكم إن أنا يعني دايما دايما بحب أعمل كل فيديو مفصل لوحده، عشان تبقى الناس فاهمة برضو احنا بنعمل ايه. يعني شقة ميامي دي أنا عامل عليها فيديو منفصل. برضو رحلات العيد الأضحى دي برضو فيديو منفصل. راس السدر. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل لكم الفيديوهات تبقى كل واحد لوحده، عشان برضو ايه ما تتوهوش وكده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك ودايما معانا كده عشان تشوفوا كل جديد.